مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى الحلقة 208 من برنامجكم أضواء على الإدارة الترابية. دائما في إطار التفاعل مع مقترحات بعض الإخوة والأخوات، لا سيما ونحن كلما اقتربنا من الامتحانات ديال الكفاءة المهنية اللي الموسم ديالها قد يبدأ حتى في الشهر ديال غشت أو في بعض الجامعات اللي توفرت فيها الشروط طبعا، أو سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وحتى لديسمبر، هذه كاملة هذا كله موسم ديال امتحانات الكفاءة المهنية. إذا تفاعلا مع بعض الإخوة والأخوات كنت كيكبر الهاجس، ودائما في إطار ما يقدرون أنه قد يشكل مادة للامتحان، كتطرح بزاف هذه المسألة هذه ديال الإدارة الإلكترونية، رغم أننا ربما تطرقنا لها في أكثر من حلقة في أكثر من حصة، لكن ربما اليوم بغيت أقارب الموضوع من زوايا أخرى. نعطيو في هذه الحلقة هذه بداية بعد شنو البدايات الأولى، أو يمكن تسميته الإرهاصات الأولى للإدارة الإلكترونية في المغرب، وما يمكن تسميته تجاوزا بالتأصيل التاريخي للإدارة الإلكترونية في المغرب. ثم قد نخصص الحلقتين المقبلتين أيضا لبعض جوانب الإدارة الإلكترونية، بحال الحديث مثلا على المدن الذكية، شنو هي المدن الذكية، شنو هو الذكاء الاصطناعي، إلى آخره. بالنسبة للبدايات الأولى أو الإرهاصات الأولى للإدارة الإلكترونية في المغرب، هنا يمكن الحديث على واحد السنة مفصلية، هي سنة 1997. من هنا ممكن أن نستشف ونستخلص بأن المغرب إلى حد ما تأخر شيء ربما في دخول هذا النادي أو نصبح عضوا في هذا النادي ديال آنذاك الدول التي بادرت إلى رقمنة إدارتها. إذا الإرهاصات الأولى كانت سنة 1997، وذلك بتأسيس اللجنة الاستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات، واللي كان الهدف الأساسي ديالها هو العمل في المجالات المتعلقة بتنمية مجتمع المعرفة عبر واحد الرافد مهم، وذلك عبر تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصال في ذلك لتكنولوجيا المعلومات والاتصال لمصلحة جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع، المواطنين، المقاولات، الشركات، وذلك في أفق تنمية ما اصطلح عليه آنذاك تنمية وتعزيز شروط الحكامة الجيدة وتحسين العلاقة بين الإدارة وبين المرتفق، وكذلك يدخل هذا في إطار تسهيل الولوج إلى إلى مجتمع المعرفة، أو تسهيل ولوج الجميع إلى مجتمع المعرفة. إذا كانت هذه الدوافع الأساسية، وكانت من الناحية الزمنية هذه الإرهاصات الأولى للبدء ما يمكن تسميته برقمنة الإدارة أو بالإدارة الإلكترونية. هذه اللجنة عند تشكيلها قامت بتأسيس 5 ديال مجموعات عمل لتحقيق الأهداف السالف ذكرها، وقد أسندت مهمة تنمية الإدارة الإلكترونية إلى المجموعة الثالثة المسماة آنذاك باللجنة الوطنية للإدارة الإلكترونية، اللجنة الوطنية للإدارة الإلكترونية. إذن هاد المعطيات هذه طبعا، وقلت بأن هاد المسألة هذه يمكن تسميتها تجاوزا بالتأصيل التاريخي للإدارة الإلكترونية في المغرب، ينفع في استهلال الموضوع ديال الإدارة الرقمية، لأن الإدارة الرقمية إلى قارنا الحال الآن بهذه الإرهاصات وهذه البدايات الأولى، طبعا كاين واحد البون شاسع، لكن الخطوات الأولى التي بدأ المغرب يتلمس من خلالها العالم ديال الإدارة الإلكترونية هي هذه.
في هذا السياق أيضا يمكن ذكر أو الإشارة إلى الرسالة الملكية السامية التي تم عرضها ضمن فعاليات المناظرة الوطنية التي نظمتها كتابة الدولة آنذاك المكلفة بالبريد سنة 2001 تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية لإدماج المغرب في مجتمع المعرفة والإعلام، حيث أكد جلالة الملك في هذه الرسالة على أنه، وهنا هذا مقتطف من الرسالة الملكية، سيظل إصلاح الإدارة العمومية وعصرنتها من بين الرهانات الرئيسية التي يطرحها تقدم بلادنا، إذ يتعين أن نوفر لأجهزتنا الإدارية ما يلزم من أدوات تكنولوجيا عصرية بما فيها الإنترنت لتمكينها من الانخراط في الشبكة العالمية وتقديم خدمات أكثر جودة لمتطلبات الأفراد والمقاولات. إذن هذا المقتطف طبعا يبين ويوضح بشكل جلي انخراط كل مكونات الأمة المغربية وعلى أعلى مستوى في الرغبة في أن يوضع المغرب على سكة الإدارة الإلكترونية، هذا أيضا ضمن الإرهاصات الأولى في هذا الإطار. هذا في سنة 2002 نظم المغرب المناظرة الوطنية الأولى حول الإصلاح الإداري. هذه المناظرة التي جعلت من تنمية دور تكنولوجيا المعلومات الأساس للإصلاح الإداري في المغرب. إذن المرتكز، أهم مرتكز تم التطرق إليه في هذه المناظرة هو أن الإصلاح الإداري قائم أو يجب أن يقوم أساسا على تكنولوجيا المعلومات والاتصال من أجل كركيزة أساسية من أجل تجويد العمل بالمرافق العمومية. منذ هذا التاريخ هذا، منذ 2002 شهد المغرب العديد من مشاريع وبرامج الإدارة الإلكترونية في مختلف الإدارات العمومية، فمنها ما أنجز طبعا، ومنها ما لم يكتب له النجاح، ومنها طبعا ما تم إنجازه وما زال يطور إلى حد الساعة، مما يحمل على القول أن برامج إلكترونية في المغرب لم يتبلور بعد في شكله النهائي. ما نفهموش بهذه العبارة هذه، لم يتبلور بعد، بأنه ما دارش، ليس هناك عمل يذكر قد تم القيام به، لكن بالشكل النهائي حيث باقي المسألة هي متدرجة وخاضعة أيضا لهذه السنة ديال التطور. رأيي إلا خدينا قارنا بين هذه الإرهاصات الأولى بين ما وصلنا له الآن، وربما غير ما تم تحقيقه في السنتين الأخيرتين، خلاص نلحظ بأن البون شاسع، وبأن العمل بالفعل تعمل كثير من أجل خلق هذه الإدارة هذه. دائما ايضا المساله ديال الهاجس، حيث الهاجس ديال تبسيط المساطر والاجراءات الاداريه كان دائما حاضر عند الفاعلين وعند اصحاب القرار. المساله ديال تبسيط المساطر والاجراءات الاداريه ليست حديثه العهد، وماشي تبلورات فقط مع صدور القانون 55/19، بل ان المساله ربما إلا خدينا غير بشكل متصاعد ومتدرج، ربما مشات من ثمانينيات القرن الماضي إلى حد الساعة. وملي ظهرت طبعا هذه التكنولوجيا ديال الانترنت وديال الرقمنة، طبعا تم إلباس مجموعة ديال المحاولات تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بهذه الحلة هذه، حلة الرقمنة، برقمنة الخدمات في إطار تبسيط ولات مسألة ديال التبسيط مرادفة للرقمنة. وفي هذا الإطار طبعا تم اتخاذ العديد من المبادرات الحكومية من أجل تنفيذ برنامج متكامل لتطوير الإدارة بالمغرب، وقد ساهمت هذه المبادرات في بلورة عدد من الخدمات على الخط
اللي كانت بدات آنذاك. نذكر منها مثلا إحداث البوابة ديال الخدمات العمومية سيرفيس بيبليك .ma، هذا بدا مع مطلع الألفينات، وبوابة الصفقات العمومية، هذه مسألة ليست حديثة العهد، ومسألة الخدمات وبوابة الخدمات الضريبية على الخط، وكذلك البوابة الوطنية البيومترية وجوازات السفر إلى آخره. هذه ربما ممكن اعتبارها الخدمات الأولى التي تمت رقمنتها في الإدارة المغربية. وفي إطار تحفيز القطاعات العمومية على إحداث وتعزيز الخدمات الإدارية الإلكترونية، فقد تم أحدثت وزارة تحديث القطاعات العامة آنذاك سنة 2005 جائزة امتياز اللي بقى مستمرة لحد الساعة من أجل خلق منافسة بين مجموع القطاعات، وطبعا تحفيزها على تطوير هذه الخدمات. وفي سبيل تثمين المجهودات المبذولة في مجال الإدارة الإلكترونية، تم الإعلان سنة 2009 عن مخطط المغرب الرقمي. المخطط هذا 2009-2013 اللي طبعا هو كان يتكون من مجموعة ديال الإجراءات تروم وتهدف إلى رقمنة الخدمات الإدارية. طبعا هذا الإبان هذا كانت واحد المجموعة ديال الإكراهات، لا سيما إكراهات تقنية، من قبيل أن البنية التحتية الرقمية آنذاك انطلاقا من سنة 2009 حتى 2013 لم تكن في المستوى الذي يسمح حقيقة بتفعيل وبتنفيذ هذا المخطط، رغم أن المخطط كان مخطط طموح، وكان يتضمن مجموعة من الإجراءات الطموحة حقيقة، لكن المواكبة التقنية لتفعيل هذه المقتضيات أو لتفعيل بنود هذا المخطط هذا لم تكن مساعدة، مما أدى إلى أن هذا المخطط هذا في مجموعة كبيرة من جوانبه لم يكتب لها النجاح، وربما حتى الجوانب وحتى البنود التي تم تنزيلها لم يتم بلوغ ما كان يؤمل، أو تلك النسبة المئوية من تحقيق ذلك الجانب لم يكن زعما، لأن كما أسلفت المعيق التقني أساسا لم يكن مساعدا على تفعيل هذا المخطط المغرب الرقمي 2009-2013 الذي يمكن اعتباره أول محاولة، مش أقول جادة، فقط أول محاولة مدروسة ومخطط بمعنى مخطط، لكن لم يكتب له النجاح المأمول والمطلوب أساسا لاعتبارات تقنية. إلى هنا مشاهدينا الكرام نبلغ نهاية السير، على أن ألتقيكم على خير غدا الخميس إن شاء الله الرحمن الرحيم. طاب مساؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، وما تنسوش ابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بلانكا تيفي.